السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده في فيديو جديد. النهارده هعمل لكم كنافة بلدي يا جماعة في البيت وبنفس مستوى بره، بنفس التقنيات بره، وافهمكم برضو شوية تقنيات وشوية معلومات زي العسل. طب هتعمليها ازاي يا ندى؟ هعملها معايا 3 كوبايات دقيق، عليهم كوباية ونص نشا اهو بنفس معيار الكوباية، وادي كده نص كوباية النشا. كده حطينا كوباية ونص. طب يا ندى ايه بديلهم بيستعملوه بره؟ في بديل اللي بتخلي الكنافة تمط زي كده، مكون كده بودرة أبيض، ده بيدي للكنافة نفسها قوام إن هو يبقى تقيل وليه عرق. تمام. فإحنا البديل بتاعه النشا يا جماعة. أهم حاجة دي يا جماعة النشا، هي اللي هتديله القوام وكمان العجن. نديلها كده اهو جليبة كده بالنشا، وما تنسوش كده شوية ملح اهو، يعتبر على معلقة ملح كده. ودي كده نضيف اهو معلقة من الزيت كده، معلقة ونص يا جماعة، كبيرة في الحدود دي. بس كده يا ندى، بس كده نديهم برضو كده جليبة. طيب يا ندى احنا استعملنا 3 كوبايات دقيق، برضو معانا 3 كوبايات من المية، ونبتدي كده نضيف كوباية كوباية مع العجن. تمام. ادي كده معايا اول كوباية بالشكل ده كده، وادي كده تاني كوباية معايا اهو، ونقلب كده بالشكل ده كده، وصلوا على النبي. وننزل كده الدقيق كله اللي على الجنب بالشكل ده، وننزل برضو في المية اهو لغاية ما الدقيق كله معايا يختفي بالشكل ده كده اهو، وتقلبي كده. حطينا الكوباية التانية يا جماعة معانا اهو، شايفين كده تقليب كده اهو بالشكل ده. العجينة هتتقل معاكي بالشكل ده كده اهو. شايفين الحركة دي لازم للكنافة اهو. ونبتدي كده نضيف الكوباية التالتة، شايفين كده بالشكل ده كده، نعجن اهو. وكده يا جماعة اهو بننزل الكوباية التالتة بشكل تدريجي يا جماعة، بالتدريج كده. شايفين المطة ابتدى يبقى ليها عرق كده زي العسل. شايفين كده يا جماعة؟ الله أكبر عليها، بقى ليها عرق جميل زي العسل بالشكل ده كده أهو. وطبعا يا جماعة مش بتقطع أهو. الله أكبر. بصوا كده على الشدة، هي دي الكنافة اللي زي العسل. يلا كده. طب أهم حاجة يا ندى، خطوة لنجاح الكنافة ايه؟ إن احنا نصفيها يا جماعة. يلا كده معايا الشفشق ونبتدي نصفيها بالشكل ده عشان ينزل كل الشوائب معانا. واحنا بنصفيها كده نهز كده اهو، شايفين؟ عشان كل الشوائب اللي فيها
اهو بصوا شايفين اللكلكة، كل اللكلكة اللي فيها تبقى في المصفاية نفسها. بس كده اهو، شايفين كده اهو بالشكل ده. بصوا اللكلكة كلها، اللكلكة دي كانت هتبقى مش كويسة معانا، لازم مرحلة التصفية دي يا جماعة. يلا كده يا جماعة اهو نشيل كده المصفاية دي بالشكل ده، ونبتدي يلا كده نسيبوها كده تستريح لها شوية، ربع ساعة كده بالظبط، واجيكم يلا علشان نبتدي نشتغل. يلا كده يا جماعة نجهز كده علبة كده بلاستيك، وخدنا الغطا بتاعها. وتلاحظوا ان الغطا انا خرمته كده اهو 3 مرات كده، تلات خرمات بالمسمار بتاعنا بالشاكوش يا جماعة هتعملوهم، وسهلة جدا جدا اهو بالشكل ده علشان نشتغل بيه. وبعد كده يلا يا ندى اهو العلبة، وحطيت كمان دي علشان ما نوقعوش من بره خالص، عشان تبقى الحاجة كده نظافة. وننزل كده الخليط بتاعنا بعد ما سبناه يستريح ربع ساعة بالشكل ده كده اهو. اهو وطبعا الجريلا انا حطيتها على النار علشان تسخن يا جماعة. كل التكات والحركات دي هتلاقوها مع ندى، وصفات ندى الشطورة اهو. انا حطيت الكمية دي ولسه باقي اهو، بس علشان الجزازة ما تتقلش على ايدي شوية شوية ونضيف تاني. بس كده، ونحط دي كده اهو بالشكل ده، ونقفل يلا بالغطا علشان نبتدي نشتغل.
كنافة بلدي طريقة يا جماعة، نعملوهم في البيت ومكونات سهلة جدا ومكملتش معايا. شايفين الجمال؟ بصوا ازاي طرية وهشة خالص. اهو شايفين الجمال؟ والمثلثات كده، كل مثلثة كده لوحدها بالشكل ده احلى من بره ب100,000 مرة يا جماعة. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بصوا، شايفين؟ الله اكبر. عايزة كده احلى لايك للكنافة البلدي دي، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب. السلام عليكم.